كريستال. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل عيش باللحمه بتكاته وحركاته. الوصفه دي على طول بعملها في اي معجنات، العيش باللحمه، البيتزا، العيش، اي معجنات بعملها بالوصفه دي. بجد سهله وبسيطه. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنحضر نص كوبايه ميه دافيه وعليهم معلقتين دقيق وعليهم معلقه خميره ومعلقه سكر، وهنقلب المكونات دي كلها، واقلب بقى كل المكونات دي لحد ما تبقى كريمي والسكر يدوب مع الخميرة والدقيق وكل حاجة، ونسيبها على جنب تخمر. وهنحضر طبق ونحط فيه كيلو دقيق، اي نوع دقيق بينفع للمخبوزات. لو حابين تزودوا الكمية هنضعفوا كمية الخميرة، يعني لو 2 كيلو دقيق هنحط معلقتين خميرة ونضعفوا كل الكمية. هنا حطينا كيلو دقيق وعليهم معلقة بيكنج باودر ومعلقة ملح صغيرة، ونقلبهم كده مع بعض. ونجيب الخميرة بتاعتنا، بصوا ما اخدتش وقت وما شاء الله خمرت على طول. هنصب الخميرة على الدقيق ونزود كوباية مية. لو حابين تعجنوا باللبن زي ما انتوا عايزين، بس انا حبيت اعجن بالمية عشان تبقى الاكلة بسيطة وسهلة. وهنعجن المكونات كلها مع بعض اللي قلناها، وهنعجنها كده بايدينا، وهنشوفها لو محتاجة مية هنزود على حسب الدقيق. في دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق ما بيشربش، فأنا هفضل أعجن كده. لقيتها محتاجة مية فزودت نص كوباية، وزودت نص كوباية مية تاني عشان الدقيق عندي شرب المية كلها. وهعجنها تاني بالشكل ده. كل ما نعجن العجينة أكتر، يعني كل ما نعجنها كتير، بتديكي نتيجة حلوة أوي في الآخر، لحد ما نوصل للشكل دوت من غير ما تلزق معانا العجينة خالص، طرية كده وهشة. واخر حاجة هزود لها معلقة زيت. هلم العجينة كده بمعلقة زيت، وكده خلصنا العجينة بتاعة العيش باللحمة، وهنسيبها تخمر. عندك بقى اي حشوات حابين تعملوها، لحمة، فراخ، صدق. انا بقى هعمل هنا صدق وهعمل لحمة مفرومة. هقطع بقدونس، حزمتين بقدونس وعليهم 3 بصلات. هفرم 3 بصلات. في ناس ما بتحبش تحط خضرة خالص، بس انا اهم حاجة عندي الخضرة في العيش باللحمة، بجد بيخليه طعمه تحفة. هنقلب البصل والبقدونس مع بعض كده، وهقسمهم نصين بالشكل ده، نص للصدق ونص للحمة المفرومة. اخد الجزء اللي قسمناه ده ونحطه في الصينية كده، ونسيب الجزء التاني زي ما هو. الجزء دوت هحط عليه الصدق، نجيب الصدق كده وهقصه بالمقص التقطيعة اللي انتوا حابينها. لو حابين تسيبوه كده زي ما هو صوابع ممكن تسيبوه، انا بحب اقصه كده بالمقص. وهنجيب الجزء التاني احط عليه اللحمة المفرومة، وهنقلب بقى اللحمة المفرومة مع البقدونس مع البصل بالشكل ده. وهنحط البهارات بتاعتهم، معلقة كبيرة فلفل اسود ومعلقة بهارات كبيرة لحمة، واخر حاجة هنحطها الملح حسب الرغبة الملح. وهناخد بقى البهارات دي كلها ونقلبها كده بايدينا ونعجنها، واخر حاجة معلقة زيت، وبس كده. هي دي التتبيلة بتاعة العيش باللحمة. لو وصلتم لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنقلب الصدوق هو كمان. أول ما خلصنا الخلطة بتاعة اللحمة هنبص على العجينة هنلاقيها خمرت، وأول ما نلاقيها العجينة ضعفت كده بالشكل دوت يبقى كده الخميرة ناجحة والعجينة بتاعتها ناجحة. هنلم كده العجينة بايدينا، وبعد كده ناخده قطعة قطعة ونقطعها بالشكل ده لكور صغيرة. هنجيب اي صينية عندنا وندهنها مادة دهنية ونعملها كور بالشكل ده ونرصها، نسيبها بعد كده ترتاح. بعد ما نعمل الكمية كلها نفس الحجم. العيد بقى داخل، كل سنة وانتم طيبين. والأكلة المفضلة بتاعة العيش باللحمة الحواوشي لازم تتعمل في العيد وكمان في الأيام العادية. هنحضر الكمية كلها بالشكل دوت،
ونسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق. نبتدي بقى ناخد اول كرة كورناها، نبتدي من الاول للاخر. اهم حاجة تكون استريحت من التقطيع. ونبتدي نفرد الرغيف ونحط عليه الحشوة بالشكل ده، ونحط عليه الرغيف التاني. ركزوا بقى في طريقة قفل العيش عشان ما يفتحش معانا في الفرن واحنا شغالين. يا ريت نكونوا مشغلين الفرن، اهم حاجة تبقى سخنة عشان العيش ما ينشفش مننا. ونبتدي نقفلها بالشكل ده، ونحط الطرفين كده على بعض، ونقفل العيش بالطريقة الحلوة دي. طريقة سهلة زي ما انت شايفة. قفلي العيش كده كويس جدا عشان ما يفتحش منك في الفرن. واول رغيف كده قفلناه، هنجيب الصينية وندهنها مادة دهنية ونرصه كده في الصينية، وهنفرده كده بايدينا. بصوا القفلة اللي انا قافلاها، مهما تفردي فيه عمره ما يطلع السوائل اللي جواه ولا اللحمة. هناخد بقى الكمية كلها ونعملها نفس الشكل. ناخد كده الرغيف ونفرده بايدينا فردة بسيطة، وناخد كده قطعة من اللحمة ونحطها كده على الرغيف، وناخد الرغيف التاني ونفرده كده فردة خفيفة برضو بايدينا، ونغطي بيه الرغيف ونلمه كده بايدينا. طريقته بجد سهلة وبسيطة، واحسن ما تنزلوا الفرن او تعملوه بره او تجيبوه جاهز. لما نعمله الحاجة بايدينا بجد بيبقى طعمها لذيذ وطعمه احسن من الجاهز. وهنفرده كده في الصينية، هنفرده بايدينا. وبعد ما نفرده بالشكل الحلو دوت، هنجيب سمسم وحبة البركة زي ما انتوا حابين. انا حطيت بس سمسم، وهنرشه كده بايدينا على الرغيف ونضغط عليه بايدينا عشان خاطر السمسم ما يقعش. وهنعمله الكمية بقى بتاعة اللحمة كلها بالشكل دوت رغيف. هنبدأ نعمل الصدق. انا هنا هعمل الرغيف كده وهعمله نص، احط الحشو كده في نص الرغيف وهقلب النص التاني، وبرده نفس القفلة بتاعة الرغيف هقفلها كده بالشكل ده. وهجيب الصينية وهحطه برضو ارصه كده وافرده بايديا بالشكل دوت. وممكن تعملوه بشكل تاني، ممكن تفردوا كده العيش وتحطوا برضو في الحشو في النص وتلفوه زي العيش الفينو. برضو دي طريقة سهلة. هعمل الصدق كله بنفس الشكل واقفله بالطريقة دي، وهرصه كله في الصينية وهضغط عليه بايديا بالشكل ده. واخر حاجة هحط له السمسم، واحط السمسم اخر حاجة بالشكل ده، وهضغط عليه بايديا عشان ما يقعش بره. واخر حاجة هعمله بالشوكة كده عشان البخار يطلع منه وما يطلعش السوائل بره في الصينية. اتبقى عندي كام كورة عجين، فانا هاخدهم وافردهم بالشكل دوت وهعملهم عيش. ممكن نحشيه اي حاجة. ونفرده كده فردة بايدينا، ونجيب الزبدة ونفرد الزبدة كده على الرغيف ونتنيه بالشكل دوت ونرصه في الصينية برضه. هعمل الباقيين كلهم بالشكل ده. ممكن تحشوه بقى اي حشوات عندكم. وبعد ما نخلص الكمية كلها هناخد اول صينية عملناها. بجد العيش اللي بالزبدة ده طعمه قمر، بجد طعمه تحفة. هاخدهم كده بالشكل ده ونرصهم برضو في الصينية ونرش عليهم سمسم، ونسوي بقى الكمية كلها اللي احنا عملناها. بجد تحفة. كل اللي عملناه دوت من كيلو دقيق. هتعملوه في البيت وهيطلع معاكم ناجح من اول مرة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وجربوها. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم. عاوزاكم كلكم تجربوه في البيت، بجد طريقته حلوة جدا. وحتى العيش بصوا طالع تحفة. ممكن تحشوه اي حاجة. بجد شكرا على الكومنتات القمر بتاعتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت قمر كده شبهكم.